بسم الله نبدأ. عسلامة ومرحبا بك خويا. أقل من 10% هما اللي حققوا أهدافهم ويستفادوا من بداية السنة الإدارية جديد. عام جديد وأجواء جديدة وبداية جديد. هذه نسبة متاع 10% تقدر تشوفها نسبة قليلة وأنه صعيب تحقق الأهداف متاع العام الجديد، ولكن في نفس الوقت نجم تأكد لك أنه تحقيق الأهداف ماهيش خرافة، وأي إنسان عنده حظوظ في تحقيق الأهداف متاعه. وتنجم حتى أنت اللي تسمع فيها تو تحقق أهدافك إذا عرفت تعمل خطة باهية وتلتزم بها. وفي الفيديو هذا تو نشوفوا كيفاش تخدم بلان مزيان وكيفاش تنضبط وتلتزم به، وتنجم تتفرج في الفيديو في اي وقت مش بالضروره في اول العام. اول حاجه المايند سيت، العقليه، وهي السبب الرئيسي اللي تخلي العباد يفشلوا من اول جمعه من بدايه العام ويرجعوا كما كانوا اول مره. نحن كبشر نمنوا اللي البلاصه اللي نحن فيها هي السبب الرئيسي في الحاله نتاعنا، يعني نعتقدوا ان اذا غيرنا البلاصه تو نتغيروا بطريقه سحريه، نمشوا لمدينه جديده، نبدلوا الخدمه ونكونوا علاقات جديده. ينجم يكون صحيح محيطك هو اللي معطلك، اما لو سواء كنت عايش في نيويورك ولا في تونس راك باقي انت هو انت. يعني اذا بدلت البلاصه ماكش باش تنجم تتخلى على العادات السلبيه نتاعك. هذاك علاش من اللي يدخل عليك عام جديد راهو مش باش يهبط عليك انضباط من السماء، مش باش يولي عندك اكثر وقت غير خاطر جاك عام جديد وكهو. اما باش نكون واقعيين، في اول عام ثم احساس نفسي يختلف على بقيه الايام الاخرى، يعني ثم موتيفاسيون تجيك وتطلع لك المورال وتبدا تقنع في روحك باش تبدا في عادات جديده، كيما مثلا السبور، وانك تواظب على الصلاه وتقرا كتب تطوير الذات وتبدا في مشروع جانبي وتدوش بالماء البارد وتطور مستواك في اللونجلي وتحفظ القران. كان يسيبوك شويه تلقاك كاتب نحرر فلسطين وسافر للمريخ مع ايلون ماسك. ستوب صاحبي، في بلاصه الشيء هذا كون واقعي. هذه موتيفيشن مؤقت، يا اما تضيعها في المحاوله باش تبدا حياتك في نهار واحد، ولا تستغلها باش تبني عاده جديده واحدة. العاده الجديده تقريبا لازمها 21 يوم باش تتعود عليها. تقدر تكون الفيقه بكري، تقدر تكون قراءه الكتب، تقدر تكون اونترينمون في الصالة. مانيش باش ننصحك بحتى واحده على خاطر كل واحد واولوياته وكل واحد يعرف ما يصلح به. المهم اختار عاده واحده كهو وابدا فيها، وقت تحس روحك تمكنت منها ما يسالش ابدا في عاده جديده. واذا كان كل 21 يوم تخرج بعاده، على الاقل في اخر العام تلقى روحك خرجت ب5 6 عادات ناجحين. باش تنجح معك اي عاده جديده او تلقى نتيجه لازم تكون ثم خطه تطبقها باش تلقى تغيير صحيح في حياتك. وهذا موضوع الفيديو الجاي ان شاء الله، خاطر ما بقاش وقت. كان عجبك المحتوى ما تنساش تخلي اخوك ارخبيل الجيم تحت الفيديو وراي تعاون على الاخر.